دونجا ابتدى يبقى ليه مهام واضحه. هي اول مهام طبعا للعيب رقم 6 في الملعب ان هو يفتك الكوره لو هو في اي هجمه مرتده علينا او هجوم منظم علينا بشكل ما، سواء الفرقه اللي قدامك بتلعب بضغط عالي او بتلعب عليك بالتحولات. هو اول مهمه عنده هو افساد الكوره. تاني حاجه بقى ان هو لما يبقى معاه الكوره المفروض يتصرف ازاي. هنلاحظ جامد جدا دلوقتي ان دونجا مجرد ما بيستلم وقبل ما يستلم بتلاقيه بيعمل سكان على الملعب، واول واحد بيبص عليه هو ايه؟ بتزيرة، عشان الكوره اول ما توصل له يبقى عارف بالظبط هو هيعمل ايه. واكبر مثال على كده ان الكوره بتاعت ضربه الجزاء اتكررت بشكل اكتر من مره، وكمان في الماتش اللي فات بتاع المصري والجون بتاع عمر جابر برضو هنلاقي الباصه اللي طالعه من نص الملعب بتكسر الخطوط كانت طالعه من دونجا برضو رايحه لبزيرة، عشان بزيرة يبتدي يتحرك مع المدافع ويبتدي يعمل الاسيست لعمر جابر اللي جاب الجون بوش رجله في الزاويه البعيده.